كتصور تلقى ولادك كيكبروا قدام عينيك وانت مطمئن، وفجأة كتجيك صدمة في شكل جريمة بشعة في مسجد في مدينة هادئة بحال بن حمد. واش ممكن شي حد يولي سفاح بلا ما يعطي إشارات من قبل؟ السلام عليكم، أنا كوتش منير. الجريمة اللي وقعت في بن حمد ماشي غير خبر كيخلع، ولكن ناقوس خطر كيضرب في باب كل دار. كيفاش وصل الإنسان لهذه المرحلة؟ واش كاين اللي كيعاني في صمت؟ واش كانت كاينة علامات ولكن ما كان حتى واحد كيسمع أو كيشوف؟ هادشي كيعلمنا بزاف ديال الدروس، أولها هو أهمية المصاحبة النفسية، خصوصا للشباب والناس اللي كيعيشوا بوحدهم أو كيبان عليهم تغيرات مفاجئة. كنحتاجوا حوار داخل الأسرة، كنحتاجوا نسولوا على أحوال بعضياتنا بصدق، ماشي غير نعيشوا مجموعين ولكن مفصولين. التربية ماشي غير توجيه وأوامر، ولكن حتى مراقبة ديال السلوك والمواكبة العاطفية والاحتضان. اي شخص كيف ما كان الا ما لقاش الحب والاهتمام داخل الدار يمكن يدير تصرفات ما كنتيش كتصور. بارطاجي هذه الرساله مع الناس اللي كيهمك امرهم، خليهم يكونوا سبب في وعي جديد داخل الاسر المغربيه، وكتب لنا في التعاليق شنو هو الدور ديال الاسره في حمايه افرادها من الانزلاق نحو العنف او الاضطرابات.